فُجِع الوسط الفني السوري والعربي اليوم برحيل النجم السوري محمد قنوع الذي توفي إثر نوبة قلبية أسكتته إلى الأبد، ولكنها لم تستطع أن تمحو ضخامة الأعمال الفنية الباهرة التي خلفها وراءه، والتي ستحكي قصة فنان ناجح ترك بصمته الخاصة على الشاشة ولن يملأ مكانه بسهولة. فالفنان الذي خانه قلبه اليوم هو ابن عائلة فنية شهيرة اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع. ولد محمد قنوع في 26 سبتمبر عام 1973، وهو متزوج ولديه 3 أولاد، ابنتان هما مايا وماسا، وصبي يدعى مروان. بدأ قنوع مشواره الفني عام 1995 مع الفنان السوري ياسر العظمة، إذ شارك معه في كل أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسلات عدة أبرزها مسلسل باب الحارة، مسلسل ولادة من الخاصرة، مسلسل السنون، مسلسل على صفيح ساخن، مسلسل ما فيي، وغيرها عشرات الأعمال الأخرى الناجحة. ونعى الفنان ياسر العظمة الفنان الراحل بمنشور على فيسبوك قائلا: يا حبيبي يا محمد، رحمة الله عليك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر أن آخر ما نشره قنوع على صفحته عبر فيسبوك أمس كان منشورا استذكر به والده الراحل مروان مصطفى قنوع، حيث رساه قائلا: يا هلالا غاب عن عيني وراح، تاركا في القلب نارا واستراح، رحمك الله وعوضك الجنة. لموقع إكس خبر عندليب دندش.